ملايين من جمهور نادي الزمالك كانوا قاعدين النهارده في انتظار القرار. هيعمل ايه مجلس إدارة الزمالك؟ العقوبة هتكون ايه؟ هيضحي باتنين والتالت فتوح تقيل شوية، فممكن الأمور تمشي عقوبة وتعدي، نخصم لك جزء من القديم فنجدد لك فندي لك. هتمشي ايه؟ القصة راح على فين؟ وجمهور نادي الزمالك كان مقسوم من جواه ما بين 3 لعيبة كبار وما بين الموقف اللي حصل قبل ماتش الزمالك وزد والتلاتة سابوا المعسكر. فالمشهد الحقيقة كان غريب، وكان أكبر تحدي ممكن يتحط فيه فريق نادي الزمالك، مجلس إدارة نادي الزمالك. وكان هنا تحدي، هختار الموهبة واللعيب الكبير ولا هختار المبادئ اللي تعيشني سنين؟ هختار أوضة اللبس ولا هختار إيه؟ وبالفعل اختاروا المبادئ واختاروا أوضة اللبس، وكان القرار تحويل التلاتة للتحقيق وعرضهم للبيع مع رحيل المدير الفني أوسوريو، مع إن كمان في كلام مع بيسيرو مدرب الأهلي السابق ومدرب منتخب نيجيريا الحالي. وفي حديث كمان عن 2 مصريين اتطرحوا النهارده، كابتن حسام حسن اتطرح، كابتن شوقي غريب اتطرح، في بعض المصريين اتطرحوا، ولكن واضح ان الاتجاه لاجنبي. لكن الاكشن ان في اجتماع حصل مع باسيرو. واحد يقول لي طب هو باسيرو اللي جاي؟ اقول له لا، في 3 4 5 اجتماعات حصلوا، منهم باسيرو، منهم موسيماني، منهم كذا اسم. مين اللي هيجي؟ مين اللي هيجي؟ ما يا عالم القصه، يا عالم. ولكن الحقيقه اللي انا النهارده اقدر اقول ان مجلس اداره الزمالك نجح في اول تجربه ليه في اتخاذ قرار ال3 لعيبه. سيبنا من الجهاز الفني، دي وجهه نظر مختلفه، لكن النهارده قرار رحيل ال3 لعيبه هو قرار تاريخي وقرار تربوي يتحط في التاريخ مع قرارات كتيره الاهلي والزمالك. ده بيسيرو اللي امامنا اهو، وطبعا حضراتكم كلكم فاكرينه، دفع شرط جزائي ورحل من النادي الاهلي. وهنشوف هيكون بسيرو اللي موجود، هيكون غيره اللي موجود. في اجتماع حصل، في اجتماع حصل، في زوم حصل، ولكن المجلس هيكون قراره ايه؟ هو في النهاية اللي يقرره المجلس احنا هنبقى اكيد داعمين ليه. ولكن النهاردة اقدر اقول لحضراتكم ان مجلس ادارة نادي الزمالك نجح في اول قرار تربوي. في احيانا يبقى الكلام على صفقات، يعني فتوح رايح فين؟ او سين رايح فين؟ رايح الاهلي؟ رايح بيراميدز؟ رايح زد؟ رايح فين؟ رايح فين؟ واحيانا بتبقى في قرارات ان خلاص، يعني انديه كتيره جدا من الانديه اللي بتتقال دي، من اللي بتتقال في السوق في ازمه فتوح مش في الجيم. منهم زد، منهم بيراميدز. النهارده حصل اتصال مع مسؤول نادي بيراميدز، قال لي احنا مش داخلين في فتوح، احنا مش داخلين فتوح، احنا مهتمين بصبحي، احنا مهتمين بصبحي، ولكن احنا فتوح مش على رادارنا. انا بقول لحضراتكم كلام مش هتسمعوا غير هنا، وكلام خدوا موضوع مقفول. الانديه اللي بيتقال اساميها فتوح مش داخله على فتوح، لا زد ولا بيراميدز. بقيه العروض، بقيه الانديه، انا الحقيقه مش عارف القصه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد قرار قوي من نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك بخصوص الثلاثي وعرضهم للبيع، خاصة أحمد فتوح. إن أحمد فتوح كان هامل أكبر مشكلة وأكبر خازوق في نادي الزمالك، وقلنا الكلام ده أكتر من مرة. الطلبات اللي بيطلبها أحمد فتوح لو كانت وافق عليها من إدارة نادي الزمالك كانت هتعمل أكبر كارثة داخل أوضة اللبس في نادي الزمالك وداخل سقف الرواتب في نادي الزمالك. كانت حرفيا هتبوظ نادي الزمالك أكتر ما هو بايظ. فأكتر قرار جريء اتاخد من حسين لبيب ومن إدارة نادي الزمالك بخصوص فتوح تحديدا، إنه كان لعيب مصلحجي وبيلعب على كل الحبال عشان يحقق أكبر مكاسب ممكنة.
من ورا الزمالك أو أي فريق آخر. بالنسبة لي كأهلاوي أنا ما بفضلش إن لعيب زي أحمد فتوح بالتفكير ده والعقلية دي والأخلاق ديت يجي النادي الأهلي، لأن كل تفكيره وهمه في الفلوس قبل ما يكون تفكيره وهمه في الفريق اللي عمله واللي صنعه واللي صنع فيه تاريخ، أو حتى هيصنع فيه تاريخ لو جه النادي الأهلي. التفكير المادي البحت يبص تحت رجليه، يبص لفلوسه بس، وطبعا دي أكبر مشكلة. بص للفلوس بس بص للمكاسب الأخرى المعنوية، المكاسب اللي بتصنع منها تاريخ، تصنع منها قيمة ذاتية ليك. الموضوع مش فلوس وبس. اسم النادي الأهلي أو اسم نادي الزمالك بالنسبة لأحمد فتوح هيعني ليك كتير في المستقبل، لكن تفكيره البحت في موضوع الفلوس ده أكبر خازوق لأي فريق هياخد أحمد فتوح. عشان كده أنا بستبعده تماما من تفكيري إنه يجي النادي الأهلي بطلباته المادية العالية والمبالغ فيها دي، لأنه شايف نفسه أوفر قوي وأعلى من بقية ناس كتيرة في الوسط الرياضي المصري، ودي مش حقيقة. أنا مش شايفه بالجودة قوي العالية اللي كله بيتكلم عليها عن أحمد فتوح. إن كنت أهلاوي أصيل من عشاق الرياضة المصرية، بدون رأيك في التعليقات. هل أحمد فتوح ينفع النادي الأهلي بأخلاقه دي وقيمه دي، ولا يتعارض مع مبادئ النادي الأهلي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.